السلام عليكم الاخوان. والله الا الاعلام الجزائري وصل للحضيض. البارح كندور في السوشيال ميديا ويخرج لي هذا الفيديو ديال هذا الاخ هذا، وغيكون طلع بزاف ديال الناس فيكم حيت هذا الفيديو طالع طوندونس حاليا. اسيدي هذا جايبينه لواحد البرنامج اعلامي وكيعاود على التجربه ديالو في مدينه الرباط. اجيو نسمعوا شنو غيقول وغنحلل الهضره ديالو حسب الراي ديالي. نزيد نعطيك حاجه معلومه. الشعب المغلوب عليه في العاصمه عنده صور داير به. اول حاجه كيدوي على الصور ديال قصبه الودايه اللي كيطل على واد ابي رقراق. حتى الاجنبي كيجوز ما يشوفش ديك الصور. وركزوا معايا على كلمه الاجنبي، شحال من مره غيقولها وانا نقول لكم علاش كيقول كلمه الاجنبي. كي تدخل تشوف صور شباب، هذاك الصور مخدوم شباب كذا، فاهم؟ وتشوف النقاط تشوف كذا. ها انتم قال لك قبل ما تدخل من ورا دوك من ورا السور اشنو كاين قبل من السور كيقول لك ان السور مقدوم شباب وكاين نقا. يعني الكلمه اللي خاصو يقول او لا اشنو اشنو كاين من ورا السور، خاصو يقول لك انه كاين الازبال اعزكم الله، وان الدنيا ما مخدومه الشباب. ولكن سمعوا الكلمه اللي غيقول، الكلمه اللي غيقول كتعبر على الافكار اللي مشبع بهم هو. تدخل مور الصور هذاك العبوديه باتم معنى كلمه. كلمه العبوديه حتى السياق اللي قال فد الجمله هذه ولا الهضره ديالو، كلمه العبوديه ما جاتش في السياق ديالها. فاش انت قلتي انه راه قبل ما الصور الدنيا نقيه وشباب، فخصك تقول ان من ورا الصور الدنيا مسخه وروينه والزبل. ولكن كلمه العبوديه كتعبر على دوك الافكار كيف قلت لكم هو اللي مشبع بهم واللي كيبينهم دابا بطريقه غير مباشره او لا بلا ما يحس كيخرجهم. ناس تغيد نازم كيقول لك ناس تغيد خو. الناس تطمع في قهوه مور الصور. ولكن اشنو عرفك انت ان هاد الناس تطمع في قهوه؟ واش انت ريحتي معهم، عشتي معهم، عاودوا عليك، شكاو عليك؟ الرباطيين ذو انافه. واش الرباطي غيجي عندك انت يا جزائري ويقول لك انا بغيت كاس قهوه؟ ففي التحليل او الهضره ديالو كذاب. هذاك مور الصور هذاك دايرينه في مدينه مراكش ودايرينه في مدينه الرباط ودايرينه في مدينه مكناس، راه نسيتيها. وغير باش نكونوا فاهمين الاخوان، هاد الناس او هاد الهضره ديالو ما موجهاش للمغاربه، هاد الهضره ديالو موجهه للجزائريين. بغا يقول لكم اخوتي الجزائريين انا داكشي اللي شفتوه في السوشيال ميديا من فيديوهات ومن بنيه تحتيه ديال مدينه الرباط ومساحات خضراء ومن تنظيم ومن نقاء، راه غير كذوب، راه غير كيكذبوا عليكم. راه انفو غادي تمشيو للجزائر غادي نرجعوا داكشي كيف ما هو، وغنرجعوا ديك البنيه التحتيه غنهزوها ونعطيوها للصوماليه. كيف ما الكذبه اللي كذبوا عليكم ديال الكيران، راه تا البنيه التحتيه اللي كاينه في المغرب في مدينه الرباط وفي اغلب المدن فراه ماشي ديالنا الاخوان. راه غنهزوها غيهزها المغرب وغيرجعها لاسبانيا، يرجعها للميريكان. هاد الهضره ما موجهاش للمغاربه كيف قلت لكم. في زوج مدينتين شفناها حتى ما يشوفوش الناس الغلابه يعني الامرهم، لان باش يجوز الاجنبي والفرنسي والقاوري يشوف الحاجه الحلقيه. وشوفوا الكلمه اللي كيدوز الفرنسي والقاوري والاجنبي، يعني الهضره اللي بغى يوصل ان احنا داكشي كنديروه للاجنبي. يعني ديك النظافه وداكشي راه حنا ما دايرينوش لنا حنا المغاربه، او حنا داكشي كنوجدوه للاجانب. فشوفوا الهضره كيفاش دايره وشوفوا التفكير ديالو او لا هو باش مشبع. القاوري يجري يدير فوتينغ صباح تما، والمغربي الداخل قاوري كيدير الفوتينغ، والمغربي بحال حنا المغاربه ما تديروش فوتينغ، ما كنخرجوش نجريو. اجي نديك غير العين الدياب هنا في كازا ونوريك المغاربه كيفاش دايرين كل صباح يخرجوا كيجريو فوتينغ. يغلي في البوج غللو ويبيعو. ما عرفتش شنو هو البوج غللو. اول حاجه غتركزوها في الهضره ديالو، الاسلوب اللي كيدوي به اسلوب زنقاوي محض. تدخل للداخل مخك يحبس، معمرينها غير كاميرات، لكن الشعب كيفاش عايش لداخل مخ يحبس. معمرين كاميرات حتى يحموا الاجانب كي يدخلوا لهذوك. ممكن شوف الاجانب، انا نوريكم الاخوان هاد القصبه كيفاش دايره من الداخل. هو كيهضر على هاد القصبه هادي، ها هي قصبه الودايه، ها هي كيدوي على هاد الصور هذا. نوريكم الديور كيفاش دايرين. شوف الديور كيفاش دايرين ورا القصبه، بحال داكشي بحال ديال مدينه شفشاون. شوف النظافه وشوف الاحياء كيفاش دايرين.
وهو ما عارفش ان هاد الاسوار هادو راه كيعطيو واحد الدلاله ان المملكه المغربيه راه عندها تاريخ. هو التاريخ قصبة الوداية هي حصن تاريخي ساحر يقع على مصب واد أبي رقراق في مدينة الرباط، ويعد من أبرز المعالم المغربية. بنيت أصلا كقلعة دفاعية وتطورت عبر العصور لتصبح حيا سكنيا. يعني دوك الاسوار حنا راه ما درناهوش باش ندرقوا، اولا داك السور اللي كاين في مدينه الرباط راه ما دارش باش يدرقوا به دوك الاحياء الشعبيه. داك السور دار كقلعه دفاعيه. واش فهمتوا الاخوان؟ فكيف قلت لكم هاد الاسوار اللي كاينين في المملكه المغربيه ولا هاد القلاع كيعطيو واحد الدلاله بان الدوله راه عندها تاريخ، المملكه المغربيه عندها تاريخ، وداك الشيء اللي ما عندكش انت. فرنسا مني خرجت انت من الجزائر خلت لك غير بنايات ديور ديال فرنسا. بدات القصبه كرباط عسكري محصن في عهد المرابطين، حيث شيدها السلطان يوسف بن تاشفين أو ابنه تاشفين بن عبد العلي لمواجهة قبائل بغرطاية وللدفاع عن السواحل. ف شنقول لكم الإخوان، هاد الناس كيغيظوني انا ملي كنشوف فيديوهات ديالهم وكنشوف اش كيقولوا. ولا انا ماشي هادشي ما موجهش لينا حنايا. كيف قلت لكم الاخوان، هادشي راه موجه، عارفين هما علاش دايرين هادشي. هو موجه هادشي الجزائريين اللي جاوا وشافوا مدينه الرباط كيفاش دايره، وشافوا النظافه وشافوا البنيه التحتيه. وهادشي راه ما كاينش غير في مدينه الرباط، راه كاين في اغلب ديال المدن المغربيه. والحمد لله المغرب غادي في تطور. حنا ما غاديش نقولوا حنا راه 100%، مي بشويه بشويه. كاينين بلايص غيتنقاو، كاينين بلايص غيتبدلوا. ولكن الحمد لله مقارنه مع شمال افريقيا فراه الحمد لله.